هلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد ومقتطفات من يومي. صورت لكم هذا الفيديو تحفيزي. بنات، عندي فرشة هاي حبيت اغسلها واصور لكم اياها بعد ما تريقت وخلصت. طبعا انا مسجلة الفيديو الصبح وغسلت هاي الفرشة وياكم. بعد ما خلصت غسلت الفرشة وخلصت، حبيت اسوي مقلوبة دجاج، هم راح اصوركم اياها. هنا راح اطبخ التمن بنات. حطيت شعرية وزيت ويعني كمل التمن كلها تعرف طريقتها التمن. حطيت عليه بزالية هماتين وبديت اقلي بالحشو واقلي اقلي اعوذ بالله. المهم بنات، هنا قليت الحشو واستوت اول وجبة وطلعتها. حطيت هنا فلفل بارد هماتين قليت وياها. والدجاج هو الأساس طبعا بالمقلوبة، فقليت هنا الدجاج بعد ما سلقته سلق. سويته تشريبه وسلقته. وهنا بديت أحط الحشو، طبعا روتين بسيط. وحطيت هنا التمن بنات، ولازم التمن تسوونه بهالطريقة وتكبسونه على الحشو حتى يعني تطلع النتيجة كلش حلوة. وهذا شكلها النهائي بعد ما كبست التمن على الحشو، فتماسك كله وطلع وياي بهالشكل. شوف المنظر دمار. أنا أكلتي المفضلة طبعا المقلوبة. وهنا بعد ما تغدينا الحمد لله والشكر وغسلنا مواعيننا، فبديت أعجن. وهماتين هنا أنا اختمر العجين، وبديت هم أقص العجين وياكم. وطبعا منزلة أنا طريقة العجن والخبز بالقناة. وهنا أنا راح أبدي هماتين أخبز. هنا هاي أول شنقة بنات راح أخبزها وياكم. حبيت أصور لكم مقتطفاتها. وهاي هنا راح أعطيكها هسه بالتنور، فلازم نفتحها على المخبازة عدل حتى تطلع الخبزة لا طويلة ولا مدري شلون جاي. المهم طقيت الثانية هماتين واستوت أول وحدة. وشوفوا بنات شكلها، طبعا لسعت إيدي بالتنور. وهذا الفيديو وصلنا